رغم حالة الفرح اللي عند غالبية الناس بسبب شعورهم برجوع الحياة لطبيعتها، إلا إن فيروس كورونا ما انتهاش من العالم، وللأسف بسببه أصبح فيه مرض نفسي جديد بيؤثر على حياة البشر ويصيبهم بالخوف والقلق. اتفرج على الفيديو ده علشان تعرف إيه هو مرض متلازمة الكوخ. متلازمة الكوخ أو حمى المقصورة هو نوع من أنواع رهاب الاحتجاز. بتحصل لما شخص أو مجموعة من الأشخاص يتحجزوا في مكان منعزل أو ضيق لفترة طويلة، وبيعاني الأشخاص من متلازمة الكوخ في حالات زي إنهم يقضوا فترات طويلة في غواصة مثلا تحت المية، أو معزولين في أماكن بعيدة غير مأهولة بالسكان، وبيحصل لهم بالتالي أعراض زي الأرق أو النعاس أو عدم الثقة في الأشخاص التانيين أو التصرف بتهور. وفي حد ذاتها مش مرض، ولكن أعراض المتلازمة نفسها بتؤدي بالمصاب لاتخاذ قرارات غير عقلانية متهورة وانتحارية في بعض الأحيان، زي مثلا محاولة الخروج من الغواصة وهي تحت المية، أو الخروج من البيت أثناء عاصفة أو إعصار بدون عمل حساب لنتيجة التصرف ده. ومتلازمة الكوخ هي واحدة من الاضطرابات النفسية اللي عانى منها البشر خلال فترة العزل المنزلي الناتج عن فيروس كورونا. وحسب الإحصائيات فإن أكتر من 2 مليون شخص على مستوى العالم بيعانوا من اضطراب متلازمة الكوخ بسبب الجلوس في المنزل والخوف من الخروج والشعور بالقلق من الإصابة بالفيروس. وممكن تظهر أعراض على المصابين زي الخمول، الاكتئاب، صعوبة التركيز، سرعة الانفعال، العصبية، القلق، الأرق، الرغبة في النوم، اليأس أو زيادة الأكل بصورة كبيرة. طبعا مش كل المصابين بمتلازمة الكوخ عندهم نفس الأعراض، بس معظمهم مشترك بينهم سرعة الانفعال والقلق، وبتتشابه الأعراض مع اضطرابات نفسية تانية، لذلك من الأفضل الاستعانة بطبيب نفسي متخصص لتشخيص الحالة. علاج متلازمة الكوخ واحد وبسيط، وهو الخروج والتفاعل مع الطبيعة، لأن الأبحاث أثبتت إن حتى التفاعلات مع الطبيعة ولو في مدة قصيرة جدا بتدعم المزاج الإيجابي والرفاهية بشكل عام. ونقدر كمان نحاول نتعرض لأشعة الشمس على قد ما نقدر ولو من شباك غرفة في البيت في حالة عدم القدرة على الخروج. ونحرص دائما على تناول أطعمة محسنة للمزاج على مدار اليوم زي المكسرات والشوكولاتة الداكنة والأسماك، في إطار طبعا نظام صحي كامل. ممكن كمان نبحث عن طرق تشغل الوقت زي ممارسة حرفة يدوية أو تعلم مهارات جديدة أو ممارسة الرياضة بصورة يومية في المنزل. طبعا واجب التذكير ان فيروس كورونا لسه منتهاش، ولابد من اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية عند الخروج من المنزل لتجنب الاصابة بالمرض. قول لنا في الكومنتات اكتر حاجة عجبتك في الفيديو ده، ولو عندك مقترحات لفيديوهات تانية. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس علشان تشوف الفيديوهات الجديدة اول ما تنزل.